من غير نقع ومن غير غلبة ومن غير كذا يوم في المية. تعالوا النهاردة نخلل الزيتون. كل سنة وانتم طيبين. اجري يلا هاتيه قبل ما يخلص ويسترق منك وما تلحقوش. الزيتون والليمون والفلفل والجزر المشكل. اللهم صل على حضرة النبي. ما تنسيش تحط اللايك، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تتابعيني وتعملي لي لايك حلو من ايدك وكومنت جميل تشجعيني. تعالوا بقى النهاردة نخش نشوف خللنا الحاجة الجميلة دي ازاي ونجهز بقى حاجتنا. طبعا انا بقالي ساعتين 3 عمالة اجهز في الحاجة لحد ما اطلع لكم الصينية التحفة ديت. زي ما انتوا شايفين هنحط الصينية بتاعتنا هي تجهزيها، ممكن طبق ممكن صينية، وتقلبي فيها حاجتك. وعندي 2 كيلو من الزيتون. جايبة 2 كيلو زيتون غسلاه حلو مصفياه. اديت كل واحدة فيهم شقة زي ما انتوا شايفين بالسكينة كده. الزيتون يا جماعة ب30 جنيه، ربنا يرحمنا برحمته، بس لابد منه. بيبقى جميل في البيت المخللات، ودي خبرة 20 سنة. دي طريقة أمي الله يرحمها ويحسن إليها. 20 سنة بعملها بطريقتها، بيطلع أحلى مخلل محدش بياكله إلا لما بينبهر بيه. عندك بقى جزر. على ال2 كيلو زيتون تحطي نص كيلو جزر، تحطي ربطة من الكرفس او الكزبرة، لو ما لقيتيش دي تبقى دي بديل ليها. تحطي عليهم ربع كيلو من الفلفل. الفلفل تكوني غسلاه وتكوني منشفاه وتكوني مدياله برضو شقة بالسكينة زي الزيتون، مش شقة كبيرة، هي نغزة بس كده بالسكينة. حطيت كمان شوية من الجزر المبشور. حابة تحطي كله مبشور حطي، حابة تحطي مقطع حطي. انا حطيته مقطع عشان ولادي بيحبوا ياكلوه كده برضو معاه. وعندنا كمان مجهزين 2 كيلو من الليمون، غسلينهم حلو وسبناهم ياخدوا نص سلقة كده على البوتاجاز. ليه؟ لان انا محتاجة مية الليمون هخلل فيها الخلطة الجميلة بتاعتي دي. بمية الليمون جربيه، هيقعد معاكي من السنة للسنة بسم الله ما شاء الله. ولا مرارة ولا اي حاجة، تاكلي احلى مخلل كلتيه في حياتك. جربي بس طريقة امي وما تنسيش تترحمي عليها. الف رحمة ونور عليها وعلى امهاتنا امهات المسلمين. زي ما انتوا شايفين كده نزلت الليمون، بوريكم ان هو نص سلقة اهو. برضو الليمون دلوقتي سعره مرتاح، الكيلو ونص ب10. الفلفل اللي غالي شوية مش مشكلة، احنا كده كده ما بنكترهوش. والزيتون ده بيبقى الموسم بتاعه وخلاص، يعني هي مرة في السنة. هنبتدي بقى ننزل المكونات بتاعتنا على الخلطة الجميلة دي. عندنا بقى هريسة شطة، وممكن تقدري تجيبي فلفل احمر لو انت لقيتيه وتعمليه فريش لو ما عندكيش. لو عندك بقى في الفريزر زي حالتي كده تقدري تحطي منه معلقتين كفاية، عشان ما يبقاش برضو المخلل بتاعك حراق قوي، عشان الشطة بلدي خلي بالكم. وتنزلي عليهم بقى بكوبايتين من الملح. المقدار ده عليه كوبايتين من الملح كان مظبوط معايا جدا. وتقدري اللي انت تبقى عينك ميزان ولسانك ده ذواق. يعني ايه؟ يعني تدوقي الحاجة كده بطرف لسانك. محتاجة ملح مش محتاجة ملح، مش الحاجات دي مش بالمعيار. الأحسن فيها اللي انت تتذوقي الحاجة. وهنحط كمان على الملح واللي احنا حاطينه ده كله معلقة صغيرة من حبة البركة، وكمان معلقة كبيرة من العصفر. دول اختياري، حابة تحطيهم حطيهم، مش حباهم ما تحطهمش. بس ما تكتريش حبة البركة لو انت بتحبيها عشان بتسود المخلل. حلوين حلوين لحد كده. بعد بقى ما نحط ده ونحط عليهم كمان فصين توم، بس ما تكتريش في التوم، هما فصين مش اكتر. عندك بقى ورق لورا، حطي كمان حبيتين ورقة لورا كده، حلوين قوي بيدوا تست حلو للمخلل. وتقلبي بقى كل في الصينيه ده. وتجيبي بقى بطرمان من عندك، تجيبي جردل اللي موجود عندك وتبتدي تحطيه فيه. وبعد ما تحطيه فيه تروحي حط عليه من فوق ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت، تلات اربع معالق زيت على الوش من فوق عشان يمنع معاكي اي حاجة. وكمان تحطي شنطة بلاستيك، وبعد كده تروحي مغطية على المخلل بتاعك تسيبيه لمدة شهر. وبعد كده تفتحي عليه تختبريه، محتاج ملح محتاج اي حاجة تظبطي كويس. عايزة تسحبي منه وتاكلي، الف هنا وشفا. وانتظروني في فيديو جديد، ومع السلامة.